بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا. دايما اولادنا بيحبوا الكفتة اللي بره، فاحنا قلنا لازم نعملها في البيت انضف واحسن. انا سألت واحد بيعمل كفتة شوي فما شاء الله عليه. قال لي على الطريقة، وطريقتها حلوة قوي، مش فيها اي صعوبة ولا فيها اي حاجة. ومميزة وفي البيت ونظيفة وتعرفوا ولادك بياكلوا ايه. اللحوم اللي بره مش مضمونة. هنشوف مع بعض خطواتها واسرارها وتكاتها وحركاتها. هنشوف مع بعض خطوة خطوة. بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض كفته اللي هي كفته الحاتي. دايما الاولاد كل الاطفال عامه يعني والكبار بيحبوا دايما ياكلوا الكفته بره، لان بيبقى طعمها حلو قوي مختلف عن كفته البيت. لكن النهارده هنعمل الكفته اللي بره وازاي نعملها سوا زي كفته الحاتي. ونشوف مع بعض. معايا كيلو من اللحم، معايا بصل منزوع الميه، عليه فلفل. طبعا الفلفل ده بيخلي طعم تاني خالص للكفته. يا سلام بقى لو شطه، لو في قرنين شطه كويسين او حراقين، دول برضو اختياري لو انت حابه تحطيهم. معايا هنا بقدونس الخضار، معايا معلقتين من الزبادي، ده بيطري الكفته قوي. معايا هنا طبعا البهارات اللي هندلع بيها الكفته. عندي هنا البابريكا بتديها لون كويس قوي، الفلفل الاسمر طبعا بيديها طعم حلو قوي. الشطه طبعا الشطه دي اختياري. عندي هنا البهارات السبعه. عندي هنا زنجبيل، وقلنا الزنجبيل مفيد جدا في الاكلات لازم نستخدمه. عندي ملح وعندي سكر ومعلقه من الكيك شيف. طبعا ميه البصل دي هندلع فيها الكفته في الاخر، ولها خطوات تانية هنشوف مع بعض الخطوات خطوه خطوه. هنحط كل المكونات دي في بوله ما عدا الميه. جبت معايا بوله كبيره هحط فيها اللحم. آه نزلنا فيها اللحمه. طبعا البصل، انزل البصل كله. عندي هنا البهارات، سوري، عندي الكيك شيف هحط منه معلقه كويسه قوي. هو كله الباكو فين، هو نص باكو مش في غير معلقه واحده. هحط البهارات كلها، الخضار، الزبادي، احط الزبادي معلقه كبيره، نص العلبه يعني. طبعا المكونات دي كلها هعجنها مع بعضها. همسكها كده، انا مش لابسه جلافز، انا بعمل بايدي، بعمل شغلي بايدي. طبعا ايدينا نظيفه وبناكل بيها وكل حاجه. انا بعمل شغلي بايدي، همسكه كله هعجنه مره واحده وهنشوفه مع بعض. بعد كده عجنت الكفته كويس قوي. عايزه بقى تحطيها نص ساعه في التلاجة كده قبل ما تصبعيها. ما شاء الله عجينتها طريه ومتجانسه. ممكن تحطها في التلاجة وبعد كده تصبعيها. ممكن تصبعيها وتسيبيها نص ساعه في التلاجة على حسب براحتك وعلى حسب وقتك وعلى حسب ما انت بتحبي. هنصبع الكفته مع بعض. انا عاملاها فرم ناعم عشان كده هي ماسكه نفسها. ما شاء الله عليها جميله جدا، ماسكه نفسها. شايفين الكفته عامله ازاي؟ اخر صابع هعمله معاكم، بعد كده هكمل الكميه لوحدي. كفته جميله جدا. طبعا صبعنا الكفته، خلصنا الكميه كلها. ما شاء الله عليها، ريحتها وهي نيه، ما بالك بقى وهي مستويه، ريحتها جميله جدا جدا. انا هعملها النهارده على الجريل. انا كل مره ممكن تعمليها في طاسه، ممكن تعمليها في الفرن، حسب ما انت عاوزه بقى، بس المره دي تنفع كل الاحوال، فممكن تعمليها على الجريل. معايا الجريل انا حطيته على النار، فهنزل فيه بشويه زيت. زيت يكون نوع نضيف او حته زبده على حسب المتوفر عندك. يا سلام بقى لو حته سمنه بلدي تخلي لها ريحه تانية خالص. هنزل بالكفته على الجريل. عندي سخن، اديلها صدمه الاول.
بتاعت الجريل ما شاء الله عليها. هسويها بقى كل شويه امسكها هزها كده، هحرك بس الصبع من قدام، يعني هحرك الصبع من مكانه. ما شاء الله عليها جميله جدا. انا قلبت الكفته على الناحيه الثانيه ما شاء الله عليها جميله جدا. انا بس عشان ماسكه التليفون في ايدي الثانيه. طبعا على العين الثانيه انا بعمل هنا بعمل مكرونه سباجيتي. قد ايه كفته جميله لمعتها حلوه قوي. عندي هنا الدلع بقى اللي احنا قلنا عليه، ميه البصل حطيت عليها بابريكا وشويه من الزيت، هدلع بيها بقى الكفته بتاعتنا، بتخلي لها طعم تاني خالص ما شاء الله، بتدي لها لمعه كويسه قوي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا. ريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها وانا بشويها على الجريل. هتلم علينا الجيران. هعمل جنب الكفته عندي طحينه، دي طحينه الشنواني، انا ما بستخدمش اللي هي على طول، على فكره جميله جدا. جربيها مش هتقدري تستغني عنها. دي 3 معالق من العلبه. هحط عليها ميه دافيه، حطينا عليها ميه دافيه مش سخنه قوي ولا بارده قوي، هي دافيه كده، وافضل اقلب فيها. بعد كده بحط الزبادي، بس اما اقلب فيها الاول. تفضلي تقلبي، هي كده مسكت بعضها تقلت معاكي، هتزودي شويه ميه كمان، هنزود شويه ميه كمان. زودت شويه ميه دافيه برضو، افضل اقلب. بعد كده هنزل بالزبادي، قوامها كويس اهو. بعد كده هنزل بالزبادي، نزلنا معلقتين الزبادي اللي كانوا باقيين من الكفته. طبعا انا ما بستخدمش الزبادي ده، بس انا مضطره، انا بعمل زبادي بيتي دايما على طول، فانا مضطره مستعجله، مش عندي زبادي بيتي النهارده. بمسكه بقى هذا نقلب فيه برضو لما الزبادي يدخل في الطحينه. بعد كده هنزل عليه بنص ليمونه، معلقه زيت، وذره ملح، ودي الطحينه معايا. خلصنا الكفته مع بعض ما شاء الله عليها جميله جدا جدا جدا. جربيها يا ريت. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناه واعملي لايك. ما شاء الله عليها جميله جدا جدا، طريه وجوسي ما شاء الله عليها. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وجربيها، وهتعجبك قوي قوي على طريقتي. مع الكفته مكرونه سباكيتي ما شاء الله عليها جميله جدا، ومعاها سلطه ومعاها طحينه، ممكن تاكليها بالعيش، ممكن تاكليها بالمكرونه.